قبل ما ابدا الفيديو عايز اقول لك ان انمي النهارده مش عادي، وحرفيا ما حدش لخصه على اليوتيوب بالكامل غير العبد لله، واتحداك لو لقيت حد منزله. وطبعا قبل ما نخش في الحكايه ما تنساش تحط اللايك بتاعك وتشترك في القناه لو اول مره تشوفنا، واتفرج على الفيديو الاخر لانه هيعجبك جدا، وما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا الحكايه. بتبدأ قصتنا عند واحدة من الطوائف واللي اسمها طائفة السيف. اليوم بيكون عادي جدا لحد ما واحد من تلاميذ الطائفة بيلاحظ حاجة غريبة في الجو، وفجأة السماء بتتغير وبتتملي بالسحب، والتلاميذ بيفتكروا ان السماء هتمطر، بس البرق بينزل وبيسيب التلاميذ واحد ورا التاني، وبيطلع اللي ورا ده وحوش اسمها وحوش الرعد. ووحوش الرعد كانت قوية جدا والتلاميذ مش قادرين يعملوا قدامها حاجة فبدأوا يهربوا. وفي اللحظة دي بيظهر قائد الطائفة بنفسه واللي اسمه جو، ولما بيشوف الدمار اللي عملته الوحوش بيغضب جدا وبيهجم عليهم، وكمان بيأمر التلاميذ يهاجموا كلهم ويحموا المكان. ووسط كل اللي بيحصل ده بنشوف شخص غامض براقب من بعيد ومتحمس للمعركة. بعدها بنروح لبطلنا باي اللي كان بيتدرب علشان يوصل لمرحلة معينة من القوة اسمها عالم التأسيس، وبأم قوة ضخمة بتخرج منه وبتفجر المكان اللي بيتدرب فيه، لكنه برغم كده بيفشل يوصل لمرحلة عالم التأسيس. وبنعرف ان دي مش اول مرة يفشل فيها، لانه بقاله 3000 سنة بيحاول يوصل لعالم التأسيس وكل مرة بيفشل، مع انه عضو في طائفة السيف واللي يعتبر بالنسبة لهم الوصول لعالم التأسيس حاجة سهلة، الا انه رغم فشله كان قوي جدا وخد لقب سيد السيف والكل بيحترمه وكأنه سيد الطائفة. وهو بيتدرب بيسمع صوت القتال من فوق الجبل فبيتحرك فورا. بنرجع المعركة من تاني وجو لسه بيقاتل الوحوش وبيقدر يغلب جزء منهم، لكن بسبب عددهم الكبير كان بيعاني قدامهم، فبيأمر واحد من المحاربين يروح يستدعى السيد باي. التلميذ بيتحرك بسرعة، لكنه لما بيوصل بيلاقي ان باي كان في طريقه اصلا للمعركة، وبما ان باي ما بيعرفش يطير بالسيف لانه لسه ما وصلش لمرحلة عالم التأسيس وكان بيستخدم المصعد، التلميذ بيعرض عليه انه ياخده على سيفه علشان يوصله بسرعة، لكن باي بيرفض وبياخد السيف منه وبيسيبه هو على المصعد وبينط من فوق. وفي ساحة القتال جو بيستغرب ان الوحوش فجأة اتراجعت، وساعتها بيظهر الشخص اللي بيتحكم فيهم واسمه فانج، وبيكون رئيس الطائفة الشيطانية وبيسخر منهم لانهم مش قادرين يواجهوا وحوش الرعد. جو بيتعصب وبيسأله عن السبب اللي خلاه يجي ويهاجم الطائفة بتاعتهم. فانج بيرد عليه وبيقول انه جاي علشان يواجه سيد السيف باي، وان كل اللي حصل ده مجرد خطة علشان يخرجه من مكانه. في اللحظة دي بيوصل باي وصدمه ولما بينزل بيكسر المكان كله، فجو بيزعل جدا على مقر الطائفة اللي بيتدمر قدامه، وفانج بيتباهى بنفسه قدام باي وبيقول انه اخيرا عمل اختبار الرعد ونجح فيه ووصل لمرحله كبيره من القوه اسمها العالم العظيم. ولما بيجيب سيره ان باي لسه ما وصلش لمرحله عالم التاسيس وبيتريق عليه، فباي بيتعصب جدا وبيهجم عليه. القتال بيبدا ما بينهم، لكن فانج مش بيكون قدامه اي فرصه قدام باي، وحرفيا باي بيدمر بيه المكان بالكامل. وجو المسكين كان واقف بيتفرج وكل حاجه بتبوظ قدامه، وبعد ما فانج بيتهزم بيقوم وهو مبهور جدا بقوه